هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 8 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف اللقاء الذي أجراه مع السيد أري محمد صالح، عضو لجنة دعم الحراك الشعبي في أستراليا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. سحب القوات الإريترية من ضواحي عصب. مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد بأن عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا توقفت. تعيين رئيس جديد للقضاء في السودان. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إيرينا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر إذاعة إيرينا بأن منطقة بوري وعصب وضواحيها تشهد تحريك للقوات الإريترية المتواجدة فيها وإبدالها بقوات جديدة. وقالت المصادر بأن القوات القديمة تم توزيعها باتجاهات قارورة على الحدود مع السودان. وكانت منطقة ضواحي بادمة قد شهدت في الأسبوعين الماضيين تغيير للقوات التي تواجدت بها منذ فترة طويلة تجاوزت 10 سنوات، وتم نقلها إلى الإقليم الأوسط. وتشير المصادر كذلك إلى قيام الحكومة بحملة كشة شاملة في البلاد وتعزيز الحراسة ونقاط التفتيش مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الاستقلال المجيد. أكد مصدر دبلوماسي لإذاعة أرينا بأن العملية السلمية بين إريتريا وإثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود وتوقفت بالكامل. وأشار المصدر الذي كان في زيارة إلى العاصمة الإثيوبية بأن الإثيوبيين لا يرغبون بمناقشة مسألة السلام مع إريتريا. وكان يماني جبراب مستشار الرئيس سياس أفورقي قد عبر عن وجهة نظر إريتريا حول الأوضاع في إثيوبيا حينما قال في اجتماع جماهيري في الرياض بأن رئيس الوزراء الإثيوبي لا يسيطر على مقاليد الأمور في البلاد. وتوقفت اجتماعات اللجان المشتركة والزيارات المتبادلة التي كان يقوم بها الزعيمين للبلدين. وقال المصدر بأن الإثيوبيين مشغولون بمشاكلهم الداخلية، وأن الإريتريين مستاءون من جانبهم من العملية السلمية وما وصلت إليه. أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين عباس علي بابكر رئيسا للقضاء خلفا لعبد المجيد إدريس علي الذي تم إعفاؤه من المنصب. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر في أبريل الماضي قرارا بإعفاء كل من عمر أحمد محمد من منصب النائب العام وهشام عثمان صالح من منصبه كمساعد أول للنائب العام. وأنهى كذلك خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة. وقضى ذات القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. من ناحية أخرى، أعلنت النيابة العامة السودانية يوم الأحد الماضي أنها حققت لأول مرة مع الرئيس المخلوع عمر البشير في ظل اتهامه بغسيل أموال والإتجار في العملة بعد العثور على ملايين الدولارات واليورو في مقر إقامته بالخرطوم. وقالت وكالة الأنباء السودانية أن التحقيق مع البشير بتهمتي غسيل الأموال والإتجار بالعملة. وكانت السلطات السودانية قد عثرت في بيته على أكثر من 7 ملايين يورو و350 ألف دولار موزعة في حقائب بلاستيكية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. سحب القوات الإريترية من ضواحي عصب. مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد بأن عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا توقفت. تعيين رئيس جديد للقضاء في السودان. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا، آملين أن تقضوا أطيب الأوقات مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك على الجميع. أعزائي المستمعين، لا تزال حملة كفاية
في أرجاء المعمورة ينظمها الإريتريون أينما وجدوا. كفاية للظلم، كفاية للدكتاتور، كفاية للدولة عدم القانون ولا شرعية ولا دستور وكل ما يمكن أن يتخيله الإنسان في دولة يعني تفتقد إلى كل شيء، يعني ما يمكن أن يرمز إليه كدولة. الإريتريون هنا في مدينة ميلبورن نظموا يوم السبت الماضي حملة كفاية أو أمسية للتفاعل مع الحملة العالمية للإريتريين ضد نظام هيكدف في أسمرة. ونحن اليوم نستضيف الأستاذ أري محمد صالح رباط، رئيس لجنة دعم الحراك الشعبي في مدينة ميلبورن وولاية فيكتوريا. نلتقيه عشان ما يخط المستمعين في الصورة. أستاذ أري، رمضان كريم ومرحب بك في إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. يا هلا بيك أستاذ أحمد، أهلا بيك وأهلا بالمستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين. رمضان مبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة جميعا وعلى الأمة الإسلامية. نحن نتمنى إن شاء الله رمضان ده يعني يشوف الشعب الإريتري يشوف نهاية الظلم والديكتاتور في البلد بإذن الله. بمناسبة رمضان كده احكي لنا عن تطوافك في رمضان خلال سنوات عمرك ابتداء من إريتريا، وتذكر لنا الدول اللي قضيت فيها رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا رمضان طبعا له طعم خاص بالنسبة لي أنا وأكيد للجميع، وده طبعا إن دل بيدل على شوق لأرض الوطن الحبيب. رمضان في إريتريا رغم البساطة والاقتصاد يعني ضعيف وكذا، رمضان كان له طعم خاص بالنسبة لي في إريتريا وأكيد للجميع كمان. رمضان كان له يعني زي ما تقول إحساس خاص، ما الواحد ما يقدر يوصفه، يعني الواحد يعجز عن وصفه كيف، لكن هو إحساس داخلي. رمضان في إريتريا تحسه فعلا رمضان. أستاذ أري، ارفع لنا صوتك شوية. ايوه تحركات اللي بتعيش يعني ما اول ما يبدا في رمضان، في استقبال رمضان، ليله رمضان فيها طبعا كصغار او كشباب، مش صغار ما تكتب الشباب. يعني كنا بنلف الحلل، كل واحد اولاد الحله من الحله دي للحله دي، يعني باستقبال رمضان يعني دخول رمضان دي اول واحده هي. وبعدها طبعا رمضان كان له طعم اللي بيقول عليه انه بالنهار الواحد بالنهار يكون صايم، وبعدها في العصريه بتسمع الالحان مختلفه لبيعي متطلبات الافطار، اشياء مثل السمبوسه والمشبك والطعميني، او فعلا كمان في اشياء كتب والفاكهه والكلام دي، وكل واحد تسمع بيتغنى او يعني بالحان يعني بيعلن عن يجذب الزباين، يعني يجذب الزباين. نعم، والتمر والاشياء دي اللي كانت واحده. بعد الافطار في حاجه برضو استعدادات لصلاه التراويح، فالناس كلها كانت تتجمع في المسجد الكبير بأخذات، كان يسع المئات طبعا. وبعدها عندنا برضو اللحن الأخير اللي هو بتاع السحور، الله يرحمه عمنا سيد سحرات، سيد رمضان. نعم، سيد رمضان. أيوة الله. أصلا كان من اليمن، لكن سبحان الله يعني كان بيطبل صحة غردات كلها بدري من الساعة تقريبا 3 لحد السحور. غالبا كان في يعني كانت ساعتها حظر تجوال. كيف كان يتجرأ الشيخ ده الكبير؟ طبعا كان بيطلعوا، كان عندنا لجنة خاصة بلجنة المسجد، وكانت لجنة خاصة لجنة الآباء ولجنة المدارس. يعني عرفت بالمناسبة بالذات مدينة الغردات برضه كان كذا، لكن مدينة الغردات بالأخص كانت لجنة، يعني كانت بتماشي باللجان. فاللجان دي كان لها صلة اتصال بالنظام، يعني كان بيتفاهم، يعني يمشي بالجيش بواسطة الحاكم العام بتاع مدينة بركة والبوليس وكلام دي، فكان بيطلعوا له تسريع خاص، وطبعا مع شو اسمه دي، فكان بيطبل وبيمشي.
ما اتاكد انه هل كان يشيل معاه اناء عشان يتعرف ما بيتعرف فلوس ولا لا، لكن كان يطبل فما كان حد ثاني يتعرض له، كان مفهوم العمليه دي كانت متعممه للنادي. نعم نعم. طيب السيد أري، المدن اللي عشت فيها، الدول اللي عشت فيها رمضان، وما عرفوا صوتك شوية لو سمحت. ايوه اولا طبعا مسقط الراس اريتريا، وبالذات في مدينه غردات، وبعدها في مدينه كرم، وبرضه في اسمره. بعدها انتقلت مع الظروف اللي حصلت دي للسودان. فالسودان اظن قضيت رمضان واحد بس فقط في رمضان برضه له طعمه الخاص ولونه الخاص في السودان. برضه الواحد ما بيفطر في داخل بيته، كله في الشارع. فلو انت حاولت عايز تمشي بين الشارع ده قبل ما توصل بيتك يمكن ياخذ منك ساعتين ثلاثه، لانه يجبروك تقعد وتشرب هنا وتاكل هنا وتشرب هنا فكان في افطار جماعي دائما في الشارع، كل واحد كان بيجيب يفرش، يجيب افطاره ويفرشه، وكان يفرش في الشوارع. نعم. بعدها انتقلت الى ليبيا. ليبيا برضو لها طرقها، يعني لها شو اسمه. طبعا هناك شويه كانت متيسره اكثر، لان كدوله بترول تلقى اي شيء، واشياء كانت بتستورد من الخارج اللي بتجي وكذا. فبرضه كان لها برضه لونها الخاص برضه في ليبيا. في السعوديه برضو نفس الكلام دي. فالسعوديه برضو ما في حد يفطر الا تنظم حاجه، يكون عندك نظام افطار جماعي، والا كل واحد كان يفطر في بيته. ولكن اهاليك اغاربك ممكن الواحد تعرف. وعندك رمضان في اوروبا؟ ما قضيت في اوروبا، لا، رغم انه كنت بتنقل، لكن ما صادف انه. طيب رمضانياتك في استراليا كم سنه؟ رمضانياتي من عام 90، عام 1990 إلى يومنا هذا 2019. حوالي 29 سنة. يا ساتر، كثيرة. رمضان طيب. رمضانيات بين أوروبا والدول الإسلامية. طبعا هناك بتحس لأن أي واحد صايم اللي جنبك، لكن ما بتعرف مع الشغل. وبعدين الدوام برضه بيتغير. في ليبيا ما كنا بنشتغل أكثر من 6 ساعات، في السعودية برضه 6 ساعات. إريتريا عادي هو، يعني ما كان في زمن هنا. وهنا الساعات المفتوحة طبعا. هاي بس المفتوحة، وبعدها لأنه كان في حظر تجول وكلام من النوع ده. نعم. طيب نحن أستاذ أري، معلش أنا قاطعك، والدنيا رمضان. شكرا لك طبعا على قبولك للحديث. نأتي الآن للموضوع الرئيسي اللي هو حملة كفاية. باعتبارك رئيس لجنة دعم الحراك الشعبي في مدينة ميلبورن وولاية فيكتوريا للجالية الإريترية، حملة كفاية للدكتاتور والنظام وأعوانه وظلمه وقهره للشعب بتتزامن مع الحملة العالمية للإريتريين في كل مكان. تفتكر أنه هذه الحملة أدت نتائج طيبة يعني لتجميع الإريتريين وحيث أفكارهم متباعدة ومتباينة؟ والله شوف، بالنسبة للكفاية دي أهم شيء هي أن الكفاية دي طبعا تكوينها كتكوين فردي، هو كل واحد كفرد يعني حاسي ومتألم بما يجري في داخل إريتريا وفي التراب الإريتري والشعب شعبا وأرضا يعني في إريتريا، شايف. فما لها أي علاقة بتنظيمات سياسية أو زي ما تقول أحزاب سياسية. يعني أفرادية، فالناس تتجمع كأفراد، وكل واحد يعني من تلقاء نفسه إنه بيمر بالأشياء دي. ما لم يفهم، هي طبعا لها نقاط في التحرك دي. هو أول نقطة هي إسقاط النظام، عن كيفية إسقاط النظام أو الدفع إلى إسقاط النظام. بعدين بعد إسقاط النظام مباشرة تجي إنه تكون دولة قانونية. طبعا ما عندنا لا قانون ولا محاكم ولا أي شيء في الوقت الراهن تحت زمرة سياسة تحت قيادة سياسة وزمرته. وبعدين نطالب بحاجة اسمها بنطالب بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والسجناء الدولية. وبعدها نجي، وده أهم شيء، لأن الأجيال القادمة حتى اللي تعرفوا لازم يكون في ترسيم الحدود، لأنه بمشكلة باديني والحدود بين إريتريا وإثيوبيا يعني
استشهد فيها شباب، خيرة شباب إريتريا. نعم. فحتى لا يستمر هذه المشكلة ويتوارثوها أحفادنا، لازم يكون عندنا حدود، والحدود لازم يرسم. أي دولة، تجي مجموعة تجي أو حكومة تجي بعد إسقاط النظام، إنه لازم تكون هذا في أولوياتها. والشيء الثاني دون عذر ودون أي مصببات وأي شروط، إن إعادة اللاجئين من عام 76 من عام 67 لازم يرجعوا لأوطانهم. العودة الطوعية. نعم، العودة. نعم 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 نعم. ويستردوا جميع ممتلكاتهم من سواء نعم. سلبت منهم وحلقهم كلام ضيق. فهذا هي جميل. طيب تفتكر أستاذ أري، يعني أول كده حدثنا عن الاجتماعات والاستعدادات اللي عملتوها أنتوا هنا عشان تنظموا الأمسية. ما هي الإجراءات والاجتماعات اللي عقدتوها يعني؟ والله كنا عملنا عدة اجتماعات، نحن عقدنا عدة اجتماعات على أساس أن نناقش عن كيفية إقناع، لأنه كان عندنا في بعض الناس وفي مخاوف إنه ممكن ربما يكون الناس مزروعة بيننا من قابلة، أو يعني الناس بتأيد أو بتوقف نادي من يعني تكون مجندة من قبل النظام، عشان ما تخترق يعني. نعم عشان ما يخش وسطنا وكلام ضيق، أو انه وصل ما علينا. نحن لو عرفوا مين اللي قاعدين يعملوا زي، نحن عندنا مخاوف من الشيء زي، لكن انه تحسن يخترق او انه يكسر الجسر اللي حاولنا نبنيه بيناتنا. فكنا بنحاول بقدر الامكان في اقناع الناس يعني كلمه، لانه في بعض الناس يعني اكون صريح معك هنا، بعض الناس كلمه كفايه دي كانوا واخدينها تقريبا كمنظمه جديده او كحزب جديد، بديلا عن تنظيمات المعارضة، سواء كانت مجموعات سياسية أو أن أحزاب سياسية. فكنا بنحاول بقدر الإمكان أن نفهمهم الطريقة دي، إنه إيه رأيك، يعني الواحد مستفسر منه. فكنا بنعمل على مستوى الشارع، كنا بنسأل بعض الناس إيش رأيك في إسقاط النظام. طبعا طيب كفاية، هذا واحدة من الناس كفايه استمراريه النظام. بعدين كنا نقول لهم بنسال ايش رايك في دوله القانون، لابد ان يكون عندنا. طيب هذا اللي بنقول عليه. ففي النهايه الناس بدات تفهم اكثر واكثر وحضرت الاجتماع. وفي ناس اللي كانت ممكن كان لها شويه شكوك اجبرناها، انه حاولنا بقدر الامكان ان تحضر الاجتماع. وبعد الاجتماع طبعا طلعت براي مختلف خالص. فمن ضمنها زدنا في اللجنة برضو بعد العدد يزيدوا، والآن في استعداد ليوم 25 مايو يوم 24 مايو اللي هو يوم استقلال إريتريا، نالت فيه استقلالها. فربما في ناس حتتحرك من هنا على أساس إنه نمشي لكانبرا للعاصمة، ونقدم رسالة لأعضاء البرلمان الفيدرالي. نعم، يعني هسه انت دخلت لنا في الموضوع الثاني اللي هو هنالك فكرة لتأسيس لجنة أسترالية، لجنة مشتركة من جميع المدن، أليس كذلك؟ نعم. في تنسيق بيننا بين الولايات الأسترالية، يعني الولايات الشمالية، وعندنا في الشرق اللي هي كوينزلاند منها بجولد كوست وأماكن دي وبريسبن. ففي نحن بننسق مع بعض على أساس إنه نتقابل هناك، وعلى أساس إنه نقدم رسالة لأعضاء البرلمان، وبالذات إنه يكون في رسالة خاصة بالشركة شركة المعادن اللي موجودة في داخل إريتريا اللي قاعد تشتغل هناك، وتجنيد باسم التجنيد أو الخدمة الوطنية، وإنه قاعدين أو أبنائنا قاعدين يشتغلوا في المصنع أو في الشركات دي، في شركات المعادن، طبعا بطريقة عبيد. نعم. طيب أستاذ ري، شكرا لك. أنا قاطعك معلش. بالعودة إلى الحملة الأمسية بتاعت كفاية، على الرغم من أنه العدد نحن بنقول عليه وكان لا بأس، ولكن مقارنة بحجم المأساة وموقف الشعب
والظلم الواقع عليه سواء كان في الداخل والخارج، الناس ما بتلبي مثل هذه النداءات ومع انه الواحد على المستوى الفردي لما نتكلم معه وهو مستاء وضد النظام وكده، لكن ما بيجي الاجتماعات. بالاضافه الى ما ذكرت التشكيك والاختراق وغيره وغيره. تفتكر العدد اللي جاء في امسيه كفايه كان عدد كافي يعني؟ والله لا بأس به. هنا شوف، نحن أهم شيء ما عندنا هو أن ما صبت، يعني ما إنه يعني نركز في الناس اللي بتجي واللي يكون عندنا اجتماع والحضور كان بالعددية. نحن طالما إنه بنوزع، لو جونا 30 وال30 نوزعوا كل واحد وزع ل 2 3، فالعملية توصل. نحن عايزين نوصل على مستوى البيوت وليس على مستوى قاعات الاجتماعات، على أساس إنه توصل للجميع ويعرفوا أن التحرك ده في يوم ما، انه لما يكون في اتم الاستعداد ونكون وصلنا رسالتنا، ففي الوقت ده حتى ربما هم يطلبوا الاجتماع، يعني هم يدعونا للاجتماع. فده اللي نحن قاعدين نحاول ان نكسب الشارع قبل ما نكسب من هم في قاعة الاجتماع. جميل. طيب، والحديث كمان كان بلغات مختلفة، دي فكرة نعم. كويسة وحاجة جيدة. يعني أحيانا اجتماعات النفرات الوطنية للجالية الإريترية بتلاقيها بلغة واحدة أحيانا نعم. ولكن في الحملة دي كانت اللغات الإريترية العربي نعم. والتجرينيا، وكانت في التجريت وكده يمكن. نعم. فانتوا التفتوا للحتة دي، هي لفتة جميلة طبعا وحاجة كويسة بتؤدي الغرض يعني. نعم. وفي فكرة انه استمرار على هذه الوتيرة. والله ده هو الماشي، ولانه واهم شيء ما عندنا نحن عايزين نقنع اي واحد انه بعد اسقاط النظام مين هو اللي يحكم اريتريا، سواء كان مسلم ولا مسيحي، ده مش مهم عندنا طالما يلتزم بالقانون. اهم شيء عندنا انسان بيجي بيرأس اريتريا دي، سواء كان مسيحي، احب اكرر الكلام، سواء كان يكون مسيحي ولا مسلم. اهم في الموضوع انه طالما يطبق القانون وبيمشي بالقانون، فده تطلباتنا يكون اريتري في الاصل. حتى انا شخصيا انا بحبذ انه يكون، يمكن الواحد يكون لحد جده الرابع، اهم شيء انه يكون اريتري الاصل. نعم. اريتري الاصل ويلتزم بالقانون اللي زود لسير العمل في اريتريا. جميل. برأيك أستاذ أري، الإعلام الموجود في أستراليا، طبعا الإعلام الإريتري اللي بيعارض النظام، معظم المراصد الإعلامية الإريترية موجودة هنا في مدينة ميلبورن أو في أستراليا عموما. تفتكر إنه الإعلام ده قاعد يتجاوب مع الوقفات الوطنية والأمسيات بالمستوى المطلوب؟ والله في شوية تقصير أقدر أقول لك، أكون صريح معك. رغم ان في بعض المحاولات والشيء ده، فالواحد تلقاه يحاول مره في المره الثانيه، يعني مره يجي ومره وما يجي، لكن نحاول بقدر الامكان نكسب. زي ما قلت لك ان نحن عايزين نكسب الشارع، والشارع ده بيشمل الفردي ويشمل الاعلامي ويشمل يعني اللي هو، فربما عسى ولعل نصل الى الهدف ده. جميل جدا. نحن في خواتيم هذه المقابلة بنتيح لك المجال سيد أري. أول نهني ونحيي لجنة دعم الحراك الشعبي الوطني في مدينة ميلبورن أستراليا على تنظيم هذه الأمسية، ونحيي اللجنة والجهات المساعدة لها. في نفس الوقت دايرينك تقدم تهانيك بمناسبة رمضان إلى المستمعين وإلى الداخل تحديدا يعني. فماذا أنت قائل يعني؟ أديهم بشارات أمل للمستمعين والموجودين في داخل إريتريا. بسم الله. أولا أهني أغتنم الفرصة دي، فرصة اغتنام إحنا حلول شهر رمضان المبارك. أهني جميع الشعب الإريتري عامة، نعم. والمسلمين خاصة، طبعا هم اللي بيهمهم الأمر ده، لكن في النهاية نحن سواء كان مسيح أو مسلم كلنا إخوان في يعني لا حد يملك شبر أكثر من الثاني. فبس أهم شيء بالنسبة بالذات للخارج، بالنسبة للمواطنين
اللي في الداخل، إنه أحب إنه يبشرهم إنه إخوانكم وأخواتكم وأبنائكم وأعمامكم كلهم يعني معاكم. معاكم. نعم. وقاعدين قصار جهدهم، يعني قاعدين يبذلوا قصار جهدهم إنه يحب مشاكلكم كلها تتحلى والمطالب كلها تلبى، ويخلصكم من المتسلط ده سياسة فور. جميل إن شاء الله. نعم. أيوة. بالنسبة للداخل وبالنسبة للخارج، أي شيء عشان لا يكون عندهم شكوك في عملية كفاية دي من منطلق فردي، كل واحد كفرد إريتري مطلب وطني يتحرك فيه. ما في يعني عندنا يعني كل واحد يكون له اتجاهاته السياسية، يكون له تنظيم سياسي أو حزب سياسي، ده متروك له هو. لكن الآن في كفاية دي، في عملية الكفاية دي ودفع سفينة الكفاية دي كلها كأفراد، يهمنا إنه أي إنسان هنا إريتري أصيل بس. نعم. شكرا لك أستاذنا محمد صالح رباط، رئيس لجنة دعم الحراك الشعبي الوطني في مدينة ميلبورن وولاية فيكتوريا في أستراليا، لحديثك لإذاعة إرنا تنويرا للأمسية التي شهدتها المدينة ليلة السبت الماضي في تظاهرة كفاية العالمية. وهكذا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج متابعات. وفي الختام نقول رمضان كريم مرة ثانية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وإن شاء الله ربنا يفرج الأمة المنكوبة ويوحد كلمة الإريتريين عموما. كان معكم في المقابلة محدثكم أحمد شريف، وتقبلوا تحايا الزملاء بنيام سمعون والأستاذ فتحي عثمان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أعيد إليكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سحب القوات الإريترية من ضواحي عصب. تفيد مصادر إذاعة إرينا بأن منطقة بوري وعصب وضواحيها تشهد تحريك للقوات الإريترية المتواجدة فيها وإبدالها بقوات جديدة. وتقول المصادر بأن القوات القديمة تم توزيعها باتجاهات قارورة على الحدود مع السودان. مصدر دبلوماسي فرنسي يؤكد بأن عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا توقفت. أكد مصدر دبلوماسي لإذاعة إرينا بأن العملية السلمية بين إريتريا وإثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود. وأشار المصدر الذي كان في زيارة إلى أديس أبابا بأن الإثيوبيين لا يرغبون بمناقشة مسألة السلام مع إريتريا. تعيين رئيس جديد للقضاء في السودان. أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بتعيين عباس علي بابكر رئيسا للقضاء خلفا لعبد المجيد إدريس علي الذي تم إعفاؤه من المنصب. على صعيد آخر، تقوم النيابة السودانية بالتحقيق مع الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسيل أموال وإتجار في العملات. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ولا يفوتني مستمعي ومستمعات الأفاضل أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.